عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده هنبتدي نخش بقى في زي ما بنقول كده التقايل. ايه ده يا مستر؟ هو احنا اصلا مش دخلنا في التقيل ده من عند الحدود المنطقية؟ انت قلت لي برضو هنا البداية، صح؟ صح. وخدنا بعدين مفهوم المصادق، وخدنا كمان الكليات الخمسة. النهارده هناخد حاجة اسمها القضايا المنطقية، انواع القضايا المنطقية. طيب، يعني ايه يا مستر؟ هقول لك لا، انا قلت لك في المنطق تركز. ليه؟ لان انا قلت لك في درس الحدود المنطقية ان كلمة جنب كلمة جنب كلمة بتكون لي جملة، صح؟ في العربي اسمها جملة، انما عندنا في المنطق اسمها ايه؟ عندنا في المنطق يا مستر اسمها قضية. يبقى هنا القضايا المنطقية هي الجمل بتاعتنا. وفي نفس الوقت احنا قلنا ايه يا شباب؟ قلنا يا مستر والله الحدود هي اللفظ او مجموعة الالفاظ اما ان نخبر عنه او نخبر به، صح؟ صح. فمعنى كده ان اللفظ ده اللي بيكون لي الجملة. فالحدود المنطقية كانت مجرد المدخل، انا بدخلك بس عشان تعمل لي ايه؟ علشان تفهم القضية. انا بعرفك البدايات علشان تقدر تستوعب يعني ايه القضية المنطقية. فهنا يا شباب القضايا المنطقية قلنا ان والله بعد دراسة الحدود المنطقية او تمهيد لدراسة الحدود المنطقية، ده بيمهد سيادتك لدراسة القضية المنطقية. وترجع اهمية دراسة القضية في المنطق لسببين. طب ليه يا مستر بقى انا بدرس اصلا القضايا والحدود والكلام ده كله؟ يعني انت علمتني الحدود المنطقية ايه هي، صح؟ صح يا سيدي، علشان تدخلني بعد كده في القضايا المنطقية، صح؟ تمام يا سيدي. ايوه بقى يا مستر، ليه؟ يعني انتوا ليه بتدونا القضايا وليه بتدونا الحدود؟ تعال اقول لك. اول حاجة ان القضية المنطقية ديت او القضية هي وحدة التفكير، بمعنى انها الحد الادنى من الكلام المفهوم الذي يمكن الحكم عليه بالصدق والكذب. يعني ايه؟ يعني القضية دي أو الجملة هي أقل حاجة نقدر نعبر بيها عن فكرنا، زي ما قلنا، صح؟ مش أنا قلت لك إن 90% تعبيرك عن فكرك من خلال كلامك، القضايا اللي أنت بتقولها. وهنا أقدر أحكم على المفهوم ده والكلام ده من خلال الصدق أو الكذب، يعني كلامك ده صح ولا لا. يبقى دي أول حاجة. تاني سبب معانا، دراسة القضايا أمر ضروري لدراسة الاستدلال. لما تدرس القضايا هيفتح معانا اخر باب في المنطق وهو الاستدلال، ومربع ارسطو والكل الايه، والله اللي بيقابل القضيه الموجبه ايه اللي بيقابلها بالتقابل والتضاد. وده عالم كبير كده هنخش فيه دلوقتي وهنلعب مع بعض لعبه لذيذه. هو زي لعبه، في ناس تيجي تقول لك يا لهوي مربع ارسطو ده، الناس اللي هي السنين اللي فاتت كان بيجي لها في تانية الناس تخاف منه. ده سهل جدا، انت هتحفظ كام بيانات وتقعد تلعب بقى زي السلم والتعبان ونوصل مع بعض وهنشوف ازاي. فاول حاجة ان القضايا المنطقية دي اقل حاجة اقدر احكم عليها بالصدق او بالكذب، كلامك صح ولا لا. تاني حاجة معانا ان والله يا مستر القضايا المنطقية هتدخلني للاستدلال. ده انت كده بقى مستر بتجرجرني، يعني انت جرجرتني للحدود المنطقية وقلت لي لفظ او مجموعه الفاظ نخبر عنها ونخبر به، واللي بنخبر عنها اسمه موضوع واللي بنخبر به اسمه محمول. هقول لك ضحكت عليك وجبت رجلك علشان ادخلك تتعلم القضايا. طب هتجيبها البر معايا يا مستر ولا لا؟ لا، لانك لما تتعلم القضايا هتبقى مدخل لتعليم الاستدلال. عشان كده قلت لكم ان المنطق لازم تركز فيه جدا جدا، لان هو مبني على بعضه. هو زي ما بتتعلم كده ألف بالفتحة والكسرة إي أو با بي بو، علشان تعمل إيه بقى بعد با بي بو إي واللي أنت عمال تعمله ده عشان تقدر تقرأ في الآخر. فهنا القضايا المنطقية والحدود المنطقية هتدخلنا لآخر حاجة وهي دراسة الاستدلال. طيب تعالى بقى، ايه هي يا مستر القضايا المنطقيه؟ انا قلت لك قبل كده، قلت لك من درس الايه، من درس
الحدود المنطقية هي الجملة اللي انت بتقدر تتكلمها. وقلت لك خلي بالك ان المنطق بيتعامل مع الجمل الخبرية، يعني اللي فيها مبتدأ وخبر، ما بيتعاملش مع الجمل الامر والنهي والاستفهام والتعجب والتمني. لا لا لا، كل الكلام ده بالنسبة للمنطق مرفوض. ليه يا مستر مرفوض؟ لاني ما اقدرش احكم عليه هل ده صادق ولا كاذب. انا بقول لك افتح الباب، هل ينفع احكم على الحكم ده صدق ولا كذب؟ انا بقول لك افتح، ما بقولكش محمد فتح الباب. محمد فتح الباب يعني هو الراجل راح وفتح الباب، ماشي. ابص على الباب لقيته مقفول يبقى دي كاذبة، طب لقيته مفتوح يبقى القضية صادقة، الجملة صادقة. انما بقول لك افتح الباب، ليت الشباب يعود يوما. ايوه ليه؟ والله علشان بقى شباب وصح. يا عم انا شبابي كان وحش، انا عايز ابقى راجل كبير كده ومريح دماغي. فهنا الاساليب دي والطرق غير القضيه الخبريه الحمليه اهو. يبقى هنا هي الجمل الخبريه القضيه المنطقيه، هي الجمل الخبريه التي تحمل خبرا معينا والتي يمكن الحكم عليها بالصدق او الكذب. خبر بتعرف حاجه عن حد، زي ايه يا شباب؟ اخناتون. اول ايه يا مستر؟ اخناتون ده اول ايه؟ اهو يا سيدي تعالى. اخناتون ماله يا مستر؟ اول من دعا لعقيدة التوحيد، اول حد دعا للتوحيد، عبادة اله واحد. اقدر احكم عليها بالصدق او الكذب. مكتبة الاسكندرية بناء معدل القراءة والتثقيف، اقدر احكم عليها بالصدق والكذب. ده فعلا دي الناس بتخش تقرا فيها وتثقف نفسها ولا لا. احمد زويل مكتشف الفيمتو ثانية، اقدر احكم عليها بالصدق او الكذب. وفي خبر بيعرف احمد زويل ماله بيكتشف الفيمتو ثانية او مكتشف الفيمتو ثانية، فهنا عرفنا عن حد وعرفنا بحد. نهر النيل اطول انهار العالم، نهر النيل ده اطول نهر في العالم، خبر ومبتدأ. احمد طالب مجتهد، سقراط فيلسوف. كل دي يا شباب ايه؟ القضايا المنطقية اللي سيادتك تقدر تحكم عليها بالصدق او الكذب. يعني المنطق بالخلاصة بيتعامل مع القضايا الخبرية. كل بقى الكلام اللي قدامك ده الجمل الإنشائية لا تعتبر قضايا. ليه يا مستر؟ لأنه لا يوجد بها خبر يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب. زي ما قلت لك افتح الباب ده أمر، هحكم عليه بالصدق أو الكذب إزاي؟ مفيش يا مستر. إيه بقى الجمل الإنشائية؟ اللي هو الأمر، النهي، التمني، التعجب، الاستفهام. اي حاجه غير مبتدا وخبر مش تبعنا في المنطق. المنطق بيتعامل مع المبتدا والخبر، الموضوع والمحمول، المخبر عنه والمخبر به. اهو يا سيدي بص بقى، انا لما اجي اقول لك، خلينا من الحته دي هشرحها لك الاول قبل ما نقراها. انا لما اجي اقول لك احمد طالب مجتهد، انا كده بحكم على احمد ان هو ايه؟ هنا مستر انت بتحكم على احمد ان هو مجتهد، صح؟ برافو. فهنا يا شباب احنا بنعمل ايه هنا يا مستر؟ ان القضية اللي انت قلتها، الجملة اللي انت قلتها فيها حكم على الشخص ده. فهو بيقول لك هنا القضية والحكم، ان لكل قضية حكم معين، القضية جواها حكم، ما ينفعش افرق القضية عن الحكم. يعني ايه؟ زي ما خدنا المثال احمد طالب مجتهد، انا هنا بحكم على احمد انه مجتهد، صح؟ صح يا مستر. انا هنا بتكلم على احمد ان هو ايه؟ ان هو يا شباب شخصية مجتهدة، ده حكم عليه، ده رأيي فيه. فكل القواضي اللي احنا بنقولها والجمل اللي احنا بنتكلمها اللي هي الجمل الخبرية بيبقى جواها ايه؟ حكم. اهو الطالب المجتهد في دروسه ناجح، الطالب اللي بيجتهد في دروسه ده بينجح. الحكم هنا ايه اللي انا قصده؟ ان الطالب اللي بيذاكر هينجح. اهو هذه الجملة تتضمن حكم على الطالب المجتهد بأنه ناجح. يبقى هنا يا أساتذة احنا بنتكلم على ايه يا مستر؟ قلنا والله ان القضية دي الجمل الخبرية اللي بتتكون من مبتدأ وخبر، مخبر عنه ومخبر به، موضوع
محمول، وعرفنا ان القضية بيبقى جواها حكم. هي ما اقدرش افصل القضية عن الحكم اللي بتقوله، لان الجملة الخبرية هي بتحكم. محمد فتح الباب، معنى كده ان الشخص ده فتح الباب، ده الحكم ان هو الباب مفتوح. طيب هنا اقدر اشوفها يا صادقة يا كاذبة. نيجي لمكونات القضية. مكونات القضية: موضوع، محمول، رابطة. طب يا مستر انا عارف الموضوع والمحمول ده اللي هو المخبر عنه اللي احنا قلناه في الحدود المنطقية. ارجع لدرس الحدود لو انت عندك مشكلة فيه، ارجع ومش عارف ايه المخبر عنه والمخبر به، ارجع لدرس الحدود وعيده تاني. والرابطة تعال نقراهم بسرعة: الموضوع والايه والمحمول اللي هو المبتدأ والخبر، ونيجي بقى بالراحة ايه هي الرابطة وانواع الروابط. بص يا سيدي، الموضوع اللي هو قلنا عليه المبتدأ، هو الطرف الأول الذي نخبر عنه في القضية، ويجب أن يكون اسما. لازم الطرف الأول ده يكون اسم. زي عند قولنا الحديد معدن، فالحديد هو موضوع القضية لأننا أخبرنا عنه، والحديد اسم مش فعل. قلنا اهم حاجه اخبرنا عنه، اخبرنا عنه. اهو بص عمال اشخبط لك قد ايه مهمه جدا. اللي بنخبر عنه اسمه موضوع اللي هو المبتدا، ارجع لدرس الحدود لو في مشكله. واللي بنخبر به اسمه محمول اللي هو الخبر. المحمول هو الطرف الثاني الذي نخبر به في القضيه. دي غلطه، نخبر به في القضيه، ويمكن ان يكون اسما او صفه او فعل. الطرف الثاني ممكن يبقى اسم او صفة او فعل. عند قولنا الحديد معدن، الحديد ده يبقى اسم لانه هنا هو المبتدأ، هو الايه، هو الموضوع. تمام؟ فمعدن هو محمول القضية لاننا اخبرنا به. معدن بقى او الحديد ينصهر مثلا، ينصهر ده فعل تنفع. ليه؟ لان الطرف الثاني اللي هو المحمول ممكن يجي لك اسم او صفة او فعل. خلاص؟ انما الطرف الاول اللي بنخبر عنه دايما لازم يجي لك ايه يا شباب؟ لازم يجي لك اسم. طب ايه بقى الرابطة دي يا مستر؟ الرابطة احنا قلنا القضية كلمة وكلمة وكلمة وكلمة، صح؟ بينهم اشياء مترابطة. فالرابطة هو اللي بيربط لك الايه بايه، الموضوع بالمحمول. لما اجي اقول لك الحديد الحديد معدن، تمام؟ انا لما باجي اقول لحضرتك ان الحديد معدن ده يعني ايه بقى؟ يعني انا قصدي الحديد، تعال نجيبها كده بلون تاني اسود اهو، يكون معدن، صح؟ فالرابطة هنا أنا قلت لك إن إحنا يا مستر في العربي ما عندناش الرابطة الموجبة وما عندناش الإيه الموجب، ما بندلش عليه لأنه دايما بيبقى مستتر. فأنا هنا ما عنديش فيرب تو بي، فيرب يكون، ده في العربي مش موجود، فبقولها على طول الحديد معدن. فالرابطة هي اللي بتربط الموضوع بالمحمول، وهو لفظ يفيد العلاقة بين الموضوع والمحمول. والرابطة نوعان: نوع سالب وده اللي بيتكتب وده اللي هنعرفه، ونوع موجب. الموجب بيبقى مستتر اهو، الرابطة الموجبة تفيد الاتصال بين الموضوع والمحمول وتكون مستترة في اللغة العربية. فقولنا مثلا الحديد معدن، هي في الأصل الحديد يكون إيه؟ يكون معدن، والحديد هو معدن. احنا ما عندناش فيرب تو بي اللي موجود في قلب الايه اللغه الانجليزيه، او اتر اللي موجود في اللغه الفرنسيه، مفيش الكلام ده عندنا. دايما الرابطه الموجبه بتبقى مستتره، مستخبيه، ما بتبانش. فالرابطه دي اللي بتوصل لك ما بين الموضوع والمحمول. طب يا مستر الرابطه السالبه بقى تفيد الانفصال، يبقى هنا تفيد الاتصال. الحديد معدن، انا هنا ده متصله بده، الحديد متصل بالمعدن، الاتنين دول بيتكونوا من بعض، او الحديد بيتكون من المعدن. طب لما اجي اقول لك الحديد ليس معدن، انا هنا بفصل، بقول لك الحديد مش معدن، بفصل ده عن ده. فركز ان الرابطه الموجبه هي التي تفيد الاتصال، والرابطه السالبه هي التي تفيد الانفصال بين الموضوع
المحمول. فقولنا مثلا تذوق الفن الرفيع ليس مضيعة للوقت، هنا أنا بفصل مضيعة الوقت عن تذوق الفن الرفيع. يعني مثلا أنت صاحبك ده غاوي تحف وأنتيكات، فيقف قدام التحفة مثلا وجاي كده مثلا، ثواني خليك معايا، نقول دي أنتيك، فهو واقف وماسك حتة الأنتيك دي، يا سلام، بص الفن ده مفيش زيها، بص التفاصيل بتاعتها عاملة ازاي، اياه يا ريتني كنت عايش في وقت الخمسينات اللي موجود فيه العربية دي. هنا صاحبك بص خد وقت قد ايه، انت عمال تقول له يا عم انت في ايه يا حبيبي يا بابا، ايه اللي انت بتعمله ده، احنا مالنا خلاص، احنا دلوقتي في عصر بتاعنا. فانت هنا بتقول له فوق، ده انت كده بتضيع وقتك. فانا لما اجي اقول لك نرجع بقى دي مكانها عشان ما يخطفوناش. فهنا لما اجي اقول لحضرتك تذوق الفن الرفيع ليس مضيعة للوقت، يبقى انا ببعد تذوق الفن الرفيع عن مضيعة الوقت. هذا المثال قامت ليس بفصل الموضوع اللي هو تذوق الفن الرفيع عن المحمول اللي هو مضيعة للوقت، ونعبر عنها بفعل الكينونة منفي. يعني الفعل هنا بيبقى منفي يا شباب، تمام؟ ليس، وخدناها برضو في الحدود لما قلت لك لا وألا وغير، وقلت لك ليس بقى بتفصل بتبعد، انما لا وألا وغير بتبقى متصلة مع الحد المنطقي. طيب خلصنا، هقول لك تعالى نحل مع بعض كده ونشوف بقى نطبق مع بعض كام سؤال في الأسئلة بتاعتنا. يلا بينا. طيب خلينا هنا كده الأول. نجيب محفوظ روائي مصري، قلمك في ايدك حافظ يا مستر. نجيب محفوظ ماله يا مستر؟ روائي مصري. الموضوع في القضية السابقة هنا هو عايز منك الموضوع، وهنا هو قلنا ان الموضوع بنخبر عنه اللي هو المبتدأ، والمحمول نخبر به، ممكن كلمة كلمتين ثلاثة او كلمة عادي، اهم حاجة نخبر عنه ونخبر به. مين هنا اللي خبرنا عنه؟ اتكلمنا عن نجيب محفوظ يا مستر، قلنا عليه انه روائي مصري، يبقى هنا الموضوع هو نجيب محفوظ. تاني تعالى، ليست فصول السنة كلها شتاء، يوظف ذلك للدلالة على قضية منطقية، ولا حد نخبر عنه، ولا حد نخبر به، ولا أسلوب إنشائي؟ ليست فصول السنة كلها شتاء. فهنا يا مستر ده، أو لا ده مش ليست، أنا آسف النور ضارب في عيني مش شايف. ليت دي ليت مش ليست. ليت، ياه أنا راجل بأمانة وبصراحة راجل شتوي جدا، يعني عارف أنت يقول لك ده دب قطبي. ليه؟ أنا بعشق الشتاء. أنا بالنسبة لي شهر 1 و12 اللي انتوا بتتكتكوا فيه ده اللي هو يا محلى وقت الاستجمام، ده الدنيا جميلة. عشان كده أنا من الشخصيات اللي ممكن قليل أوي تلاقيني مشتي، قليل جدا. ليه؟ أنا بحب الجو ده. فبقول لك يا ريت كل السنة شتاء، يا ريت كل السنة شتاء. يبقى هنا ليت ده أسلوب يا شباب؟ أسلوب تمني، يعني أسلوب إنشائي يا مستر. هنا مش قضية منطقية، لأن القضية المنطقية تتعامل مع القضايا الخبرية الحملية فقط. يلا بينا. كل المواصلات لاسلكية، تشير لاسلكية في القضية السابقة إلى محمول ولا كل ولا متطرف لرأيه؟ يا مستر ده كلمة لاسلكية، في هنا لا يا مستر، فهنا دي منفية، وكانت ساعات بتيجي يقول لك ده حد منفي ولا لأ. كل المواصلات مالها؟ ايه اللي فيها؟ ايه اللي جرالها؟ قال لك المواصلات دي لاسلكية، يعني احنا خبرنا بلاسلكية عن المواصلات، فحضرتك هنا هتبقى محمول يا مستر. تمام؟ ليه؟ لان احنا خبرنا بيها. تمام كده؟ دي الخبر بتاعتنا. وخلي بالك ساعات بيجي لك لاسلكية وكلمات هي فيها اصلا لا، تمام، ويقول لك ده حد منفي ولا حد موجب. يا سيدي هو ملهاش علاقة، ده هو اسمه كده لاسلكية. طيب يلا بينا. كل متطرف متعصب لرأيه،
اهو كل متطرف متعصب لرأيه. المحمول في القضية السابقة ايه؟ متعصب لرأيه ولا كل ولا لرأيه ولا متطرف؟ ها، كل متطرف. ماله المتطرف؟ ماله متعصب لرأيه، فمتعصب لرأيه كلها بنخبر بيها عن المين؟ عن المتطرف. يبقى الإجابة هنا يا مستر متعصب لرأيه. وخلي بالك وهقول لك ملحوظة، أو أقول لك على حاجة خليها في الدرس اللي جاي، خليها في الدرس اللي جاي تقدر ان انت تفهمها اكتر بقى لما ناخد القضايا من حيث الكم والكيف زي الحدود بالظبط. خليها الدرس اللي جاي. طيب 5، لا شيء يستحق الحزن، دع الحزن للحمقى. يصنف ما سبق الى ايه؟ يصنف الى ايه؟ جملة خبرية وانشائية، جملة خبرية، اسلوب انشائي وجزئي، قضية منطقية. قال لك لا شيء يستحق الحزن، مفيش حاجة كده تستحق الحزن، خلي اللي يحزن ده العبيط يا عم، ما تزعلش، مالكش دعوة. يبقى هنا أسلوب إنشائي. طيب تعالى يلا نكمل الإيه؟ الأسئلة. ثانية واحدة مالها؟ أوكي أهي، يلا بينا. بيجي يقول لحضرتك 6، قالب لفظي أو مجموعة ألفاظ يصاغ فيها الحكم أو المعنى يصف ما سبق مفهوم. قالب أو مجموعة ألفاظ بنحط فيها الحكم، بنحط فيها المعنى. يبقى ده الاستدلال المنطقي ولا القضية ولا الحد المنطقي ولا التفكير المنطقي؟ قالب بيبقى جواه الحكم، بنصيغ فيها القضية، بنصيغ فيها الكلمات عشان نفهم الحكم. يبقى هنا يا مستر احنا بنتكلم على القضية المنطقية. طيب السؤال الايه السابع، علاقة بين حدين اما بالايجاب او السلب. علاقة ما بين حدين اما بالايجاب او السلب. حدين يعني واحد موضوع واحد محمول، واما موجبة يا اما سالبة. فانا ممكن اقول لك ايه؟ ها، اقول لك مثلا سالبة الاسد ليس انسانا، ادي حد اول نخبر عنه اللي هو الموضوع، وانسان حد تاني نخبر به اللي هو المحمول، وليس فصلت اهو سالبة. طيب اجي اقول لك ايه؟ الجندي شجاع. الجندي يا مستر ده شجاع اهو حد موجب، يعني العلاقة بينها بالايجاب لان هي مستترة. اقول لك كل جنود الجيش شجعان، اهي قضية بقى كاملة موجبة. تمام. كل البشر ليسوا طيور، قضية سالبة او اهي، والعلاقة ما بين الحدود بتاعتها ايجاب او سلب. فهو لما يجي يقول لك عايز قضية هتجيب له قضية جملة خبرية تمام بالايجاب مثبتة عادية، بالسلب منفية. طب تعالى تاني، تعبير يشير الى اتصال طرفين في جملة. اتصال طرفين في جملة يعني يا مستر انت قصدك على الرابطة الموجبة، ما هي اللي بتفيد الاتصال، والسالبة تفيد الانفصال. فأي مثال من اللي احنا قلناه في الرابطة الموجبة كل الجنود شجعان، تمام خلاص، هو مش عايز منك حاجة تاني. بيقول لك هنا بقى يدلل القول السابق على أحد مكونات القضية المنطقية، اكشف عنه مدللا عليه بمثال. فهنا هتقول له المكون هو الايه؟ الرابطة الموجبة. وهات له مثال كل الجنود شجعان، الجندي شجاع، اي حاجة بقى ليها رابطة ايه؟ موجبة. تمام يا شباب. يبقى كده احنا خلصنا اول جزء او اول حصة في حصة القضايا الايه؟ المنطقية. طب يلا يا مستر، يلا يا سيدي، تعالى كده احنا حلينا هنا بس طبقنا مع بعض علشان تقدر تفهم يعني ايه قضية منطقية. وقلنا لك ان هي الجملة واهم حاجة اللي بنخبر عنه ونخبر بيه. نيجي بقى لتصنيف القضايا من حيث علاقتها بالواقع. هنا القضايا بتاعتك دي ليها علاقة بالواقع ولا لأ؟ قال لك والله فعلا
في نوعين من القضايا. في قضايا ليها علاقة بالواقع وقضايا ملهاش علاقة بالواقع. تاني، قضايا ليها علاقة بالواقع، مرتبطة بالواقع يا مستر، وقضايا ما بتبقاش مرتبطة قوي بالواقع. تعال نقرأ مع بعض ونشوف. قال لك القضية كما عرفناها سابقا هي الجملة الخبرية التي تحمل خبرا. تمام يا مستر، لحد دلوقتي قلنا عارفين الكلام ده، ولكن السؤال الآن ما هو مصدر الخبر؟ ايه المصدر بتاع الخبر بتاعك ده اللي انت بتقوله، اللي احنا هنحكم عليه صدق ولا كذب؟ لازم تعرف ان خبر اي قضية هو الصفة الموجودة في المحمول، القضية واللي بنخبر بيها عن موضوع هذا القضية. تمام يا مستر؟ عارف الخبر هو المحمول اللي فيه صفة او فيه حكم بنعرف بيها الايه الموضوع او بنتكلم بيها عن الموضوع بتاعنا. اما ان يكون بقى مستمد من تحليل او تكرار الموضوع بصورة او اخرى كما سنرى، واما ان يكون مستمد من الواقع الخارجي. فمعنى ده ان في قضايا ليها علاقة بالواقع وقضايا ملهاش علاقة بالواقع او مش مرتبطة بالواقع قوي. اول حاجة معانا يا شباب القضية التحليلية او التكرارية. القضايا التحليلية التكرارية مالها بقى؟ بص يا سيدي ركز معايا. قال لك هي القضايا اللي مالها يا مستر؟ القضية التكريرية اللي هي التحليلية التي لا يضيف محمولها لموضوعها خبرا جديدا. ركز هنا، بص اهو اشخبط لك قد ايه من الواقع. قال لك والله المحمول بتاعها ما بيضيفلكش حاجة جديدة على الموضوع. ازاي؟ لما اجي اقول لك 1+1 هيساوي 2. ايه ده عرفت منين؟ ما انت ما فيش حاجة جديدة يا مستر. ما ايه الجديد؟ الشمس تشرق من الشرق. ايه الجديد؟ فهنا هي قضايا تكرارية بتتكرر دايما. تمام؟ الموضوع بتاعها والمحمول، المحمول ما بيضيفلوش جديد، هو انا عرفته من الموضوع المعروف اصلا، مفيش نتيجة جديدة هي بتقدمها لي. تعال نشوف. هنا قلنا ان ايه الموضوع بتاعها ما بيبقاش مضاف له جديد بسبب المحمول من الواقع، بل هو تكرار او مرادف للموضوع. مثل الانسان هو الادمي، الانسان ده البني ادم. ايه الجديد؟ انت عايز ايه؟ او تعريف او تحصيل حاصل للموضوع زي الانسان حيوان ناطق. ماشي، ما ايه الجديد؟ ما احنا عارفين الكلام ده كله. طب ايه تاني جزء من المفهوم بتاع الموضوع؟ الانسان حيوان، دي جزء من ايه؟ من الموضوع اصلا. او ايه نتيجة منطقية لازمة عن الموضوع زي 7+7 بتساوي 14. 7+7 هنا يا شباب اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو الموضوع بتاعنا، بتساوي 14. ده المحمول. هل ده جاب لك جديد لده؟ لا يا مستر ما جابليش جديد. وتستخدم في الرياضيات والمنطق. يبقى القضايا التحليلية التكرارية دي اللي احنا بنستخدمها في الرياضة وفي المنطق. تمام؟ ليه يا مستر؟ لان هي قضايا دايما خبرها اللي هو محمولها ما بيجيبش جديد لإيه؟ للموضوع بتاعها المبتدأ بتاعها. مستر أكرم مدرس فلسفة، وانت مثلا انا بقالي 20 سنة مدرس، فايوه ايه الجديد؟ ما انا عارف ان هو بتاع الفلسفة، انت عايز ايه بقى؟ ماله هو يعني مثلا؟ فهي قضايا تكرارية تحليلية. طب يا مستر معيار الصدق والكذب في القضية التحليلية التكرارية ديت، هل بتبقى صادقة ولا بتبقى كاذبة؟ تعال اقول لك على حلقة خليها في ودانك هتعرفها كمان شوية، والاستنباط والاستقراء. قضايا الاستنباط بتبقى مرتبطة، او اللي هي القضايا التحليلية التكرارية بتبقى مرتبطة بالعلاقة اللي ما بين مقدماتها ونتيجتها. يعني ايه يا مستر؟ يعني هنا هي ملهاش علاقة بالواقع قوي. ازاي؟ طالما
النتيجة مأخوذة من المقدمات وفي ترابط وفي تجانس ما بين المقدمات والنتيجة، مفيش تناقض ما بينها، يبقى العلاقة ديت صادقة صحيحة. صدقها دايما يقيني لعدم ارتباطها بالواقع. ليه؟ لأن أنا زي ما قلت لك 1 زائد 1 هتساوي 2. هنا في اتساق بين الموضوع اللي هو 1 زائد 1 والمحمول اللي هو 2 النتيجة بتاعته. طب قلت لك 1 زائد 1 بتساوي 3، لا في تعارض. طب هنا يا مستر دي قضايا بنستخدمها قلنا في الرياضيات والمنطق، لأن هي بتلزم لزوم منطقي، نتيجتها يلزم لزوم منطقي من المقدمات بتاعتها. معنى كده يا مستر اللي انت عايز تقوله لي ان القضايا ديت لو ايه؟ لو يا مستر انت قصدك ان النتيجة متاخدة من المقدمات حتى لو الكلام ده عكس الواقع تبقى صادقة، اقول لك لو النتيجة متسقة مع المقدمات حتى لو الكلام ده مش موجود في الواقع تبقى صادقة، اقول لك هي دي القضايا التحليلية التكرارية اللي هناخدها كمان شوية باسم الايه؟ الاستنباط، القضية الاستنباطية. طب يا مستر ازاي؟ اديني مثال. لو انا جيت اقول لحضرتك كل العناكب لها أجنحة، كل الطيور لهم أجنحة، النتيجة يبقى كل الطيور عناكب. فأنت هنا تقول لي إيه ده؟ الطيور عناكب؟ هي العناكب ليها أجنحة؟ العنكبوتات دي ليها أجنحة وبتطير؟ إيه يا مستر ده الكلام ده كذب طبعا، لأنه ملوش علاقة بالواقع خالص. الكلام ده كذب وافتراء. ازاي تقول حاجه زي كده؟ بتعلمنا نكذب؟ اقول لك لا يا سيدي، هي دي القضايا التحليليه التكراريه اللي هي قضايا استنباطيه. انا ما بحكمش عليها بناء على الواقع، بحكم عليها بناء على العلاقه، بناء على العلاقه اللي موجوده ما بين المقدمات والنتيجه. طالما المقدمات والنتيجه، النتيجه متاخده من المقدمات خلاص صحيحه، مالكش دعوه. تمام. نيجي بعد كده في القضايا التركيبيه. ايه بقى يا مستر القضايا التركيبية؟ دي قضايا هتبقى عكس التحليلية التكرارية، هي مرتبطة شوية بالواقع. هنا القضايا التأليفية، عشان كده اسمها تركيبية، التي يضيف فيها محمول خبرا جديدا يستمد من الواقع الخارجي نصل إليه بالمشاهدة، تمام كده، أو عن طريق التجريب، ولا يكون تكراري لصورة الموضوع أو تحليلا، وتستخدم في العلوم الطبيعية والإنسانية. هنا بقى لا، هنا بقى الموضوع مختلف. هنا القضايا دي تأليفية مرتبطة بالواقع. هنا القضايا دي اللي بنستخدمها في العلوم الطبيعية الإنسانية. ليه؟ لأنها جاية من المشاهدة والتجريب. زي أقول لك الأكسجين يساعد على الاشتعال، صادقة ولا كاذبة؟ هيرجع بناء على العلاقة بين المقدمات والنتيجة؟ لا، هنا بقى هيرجع على العلاقة بالواقع. هل فعلا الأكسجين بيساعد على الاشتعال ولا لا؟ تعالى نعمل تجربة. هنجيب أوضة ونفضيها خالص من الأكسجين ونحاول إن احنا نعمل إيه؟ نولع في قلب الأوضة دي، مش هتولع. يبقى فعلا دي صادقة لأن هنا مرتبطة بالواقع. السماء ملبدة بالغيوم، ممكن أقول لك دي الدنيا بره بص ضلمة، السماء مليانة يعني. يا راجل تخرج تبص في الشباك ما لقيتش الكلام ده. ايه ده الشمس ايه ده، انا اتحريت، ده انا عرقت يا جدع. فانت هنا كاذبة. يبقى القضايا التركيبية التأليفية بتبقى قضايا مرتبطة، هنا موضوعها ومحمولها، المحمول بتاعها بيضيف لسيادتك حاجات جديدة، معلومات جديدة بناء على الواقع بتاعها. فهنا بقى هيبقى معيار الصدق او الكذب خارجي، مش جاي بس على النسق ما بين الايه او التناسق ما بين القضايا اللي هو المقدمات والنتيجة. لا، هنا هيبقى معيار صدقها او كذبها خارجي، يتوقف على علاقة القضية بالواقع الخارجي. يبقى اللي انا عايزك تعرفه ان القضايا الايه يا مستر التكرارية التحليلية هي قضايا ملهاش علاقة بالواقع، صدقها دايما بيبقى يقيني لو النتيجة متاخدة من المقدمات. إنما القضايا التركيبية التأليفية يا مستر بيبقى الصدق والكذب بتاعها
بيبقى واقف على علاقة الموضوع بالواقع الخارجي. فهنا صدقها احتمالي، احتمال تبقى صح واحتمال تبقى غلط، مش يقيني. تمام؟ هنا الصدق بتاعها بيبقى احتمالي مش يقيني، نظرا لتغيير الواقع الخارجي اللي بنخبر عنه. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ايه، تعال ناخد مثالين. السما بره مليانه مغيمه غيامه عجيبه، السما تحسها سودة. انت خرجت تبص هي مغيمه بس مش قوي. تقدر تقول عليا هنا كاذب كذاب كلية كذاب مطلقا؟ لا. هو انت صادق؟ طب انا صادق مطلقا؟ لا، هي برضو مش مغيمه قوي. فهنا صدقها احتمالي، ممكن وممكن لا، اقرب للصواب واقرب الى الخطأ. انما في القضايا التحليليه التكراريه صدقها يقيني او كذبها برضو يقيني. يا ما اجي اقول لك كل البشر هتموت، سقراط من البشر، النتيجه سقراط هيموت، هنا فيها او لا؟ هيموت خلاص. ما هي دي قضايا اصلا. هو انت قلت لي ان كل الناس هتموت، وسقراط ده من الناس بني ادم، فاكيد ان هو سقراط ماله هيموت. فخلاص يا مستر، دي ما فيهاش يا لا، ما فيهاش اقرب للصواب واقرب الى الخطأ. يبقى هنا يا شباب دي انواع القضايا من حيث علاقتها بايه؟ بالواقع. نيجي نخش في الجزء اللي بعد كده، القضايا من حيث البسيط والمركب. يا مستر ده انا كده تعبت. هقول لك ليه يا سيدي تعبت. دي الدنيا هنا جميلة والجو هنا لذيذ، والله الحصة حلوة. لو انت فصلت وتعبت، وقف، قوم اغسل وشك، خد ريست كده 5 دقايق وارجع وتعالى اهو. شوف الدنيا سهلة ازاي. ايه بقى يا مستر القضايا من حيث البسيط والمركب ده؟ القضايا البسيطة ببساطة هي القضايا التي تتكون من موضوع ومحمول واحد، أو نفس المعنى، معنى واحد، هي بتقدم لك معنى واحد. زي نجيب محفوظ روائي مصري، هنا المعنى اللي بقدمه لك إيه؟ إن نجيب محفوظ ده روائي مصري، خلاص. فالقضايا البسيطة هي التي تتكون من موضوع ومحمول أو معنيين مفردين. خلاص. السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، خلصنا. الشمس مشرقة، السلطة المطلقة مفيش حاجة اسمها حرية كده مطلقة اعمل اللي انت عايزه خلاص، لان كده مفسدة، ده انت كده تبوظ الدنيا. اهو نفس معنيين. الشمس مشرقة، دي الشمس طالعة، خلاص. يبقى القضايا الايه يا مستر البسيطة هي اللي بتتكون من موضوع ومحمول او معنيين مفردين. طب القضايا المركبة لا، هنا هيبقى أكتر من موضوع ومحمول، وهنا هيبقى أكتر من معنى. أكرم مدرس وعلي طبيب، هنا عندي كم معنى؟ عندي معنيين. أول واحد أكرم مدرس، تاني واحد إن علي طبيب. أكرم مدرس موضوع ومحمول، علي طبيب موضوع ومحمول. يبقى القضايا المركبة هي القضايا اللي بتتكون من ايه؟ من قضيتين بسيطتين او اكثر، ومن ثم تتضمن رابطا قضويا واحدا على الاقل. يعني ايه يا مستر؟ ركز في المثال اللي انا لسه قايله لك. اكرم مدرس وعلي طبيب. ينفع اقول اكرم مدرس علي طبيب؟ لا، في رابط. ايه انت عايز تقول يعني ايه اكرم مدرس علي طبيب؟ في رابط أكرم مدرس وعلي طبيب، صح كده؟ زي الربط ما بين الحدود المنطقية، الرابط الموجب والسالب وهكذا. فأنا عايز أربط ما بين القضايا بقى، عايز أعمل قضية مركبة فيها أكتر من موضوع ومحمول وفيها أكتر من معنى. لازم أستخدم روابط قضوية، وعلى الأقل لازم أستخدم رابط من الروابط اللي قدامنا دول. عندنا كم رابط؟ عندنا 5 روابط يا مستر. ايه هما ال5 روابط دول؟ وصل، السلب، الفصل، الشرط والتشارط. وصل، فصل، سلب، شرط، تشارط. طب يعني ايه بقى يا مستر الكلام ده؟ الوصل من اسمها بتوصل حاجة بحاجة، قضية بقضية. أكرم مدرس و 3 مرات أهو علي طبيب. يبقى رابط الوصل اللي هو العطف أدواته مهمة أوي أوي أوي.
ادوات كل واحد يا شباب من اللي هنقولها دلوقتي مهمة جدا جدا جدا. ادوات رابط الوصل ايه؟ وأكرم مدرس وعلي طبيب، لكن، ثم، حتى. 4 أدوات. أشهرهم واللي بتيجي أكتر واحدة إيه؟ تعالى كده نعمل لك هنا كده، إيه رأيك في اللون ده؟ تمام، يلا. أشهرهم يبقى هنا لما اجي اكلمك اكرم مدرس وعلي طبيب، يبقى هنا ده رابط اسمه رابط الايه يا مستر؟ الوصل. ادواته 4: واو، لكن، ثم، حتى. اشهر واحد فيهم الايه؟ الواو. طيب تعال نشوف الامثله. نام الحارس واستيقظ اللصوص. اللصوص صحيوا. فين هنا يا مستر الرابط بتاعنا؟ الرابط بتاعنا يا سيدي اهو. أكلت السمكة، أنا أكلت السمكة حتى ذيلها. فين يا مستر الرابط بتاعنا؟ الرابط بتاعنا يا سيدي أهو، حتى. يبقى هنا يا شباب الروابط أو الرابط معانا اسمه إيه؟ رابط الوصل، بيوصل قضية بقضية. هنا يا مستر الروابط ديت اللي هو العطف، الوصل اللي هو العطف، الأدوات بتاعته ولكن، ثم، حتى. أشهر واحد فيهم الواو. طيب تاني رابط السلب، بتنفي، بتسلب. أدواته ليس، لم، لن. ليس، لم، لن. أشهر واحدة فيهم بتيجي لسعادتك هي ليس. طيب إزاي؟ ليس كل ما يلمع ذهب. مش كل حاجة بتلمع تبقى ذهب. أحمد مهندس، تمام، أدي قضية، وليس طبيب أو ليس طبيب. يبقى ليس هنا تسلب، تنفي القضية دي بالقضية دي. تمام؟ تمام يا مستر. يبقى أول رابطين قضويتين معانا أو من أنواع الروابط والقضايا المركبة، الرابط وأنواع الرابط. أول حاجة الوصل اللي هو العطف، واو، لكن، ثم، حتى. أشهر واحدة تبقى الواو. الرابط تاني رابط معانا وهو رابط النفي، السلب. السلب ده يا مستر بيكلمني عن إيه؟ إنه بيسلب، بينفي. ليس، لم، لن. اشهر حاجه بتجيلك ليس. طيب بعد كده يا مستر عندنا رابط اسمه الفصل. الفصل ليه ايه؟ ادواته او الادوات بتاعته او كلمه او. تمام؟ او يعني او ايه بقى؟ اما او. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ ينقسم الى فصل قوي استبعادي وفصل ضعيف او شمولي. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ انا ايه؟ هاكل او اذاكر. فصل، بفصل اهو، صح؟ انا اكل او اذاكر. اما ان استمع الى الموسيقى او اشاهد التلفاز. يبقى ده اسمه رابط الفصل، بيفصل شيء عن شيء اخر، بيفصل حاجة عن الحاجة الايه؟ عن حاجة تانية. طيب يعني ايه بقى مستر الفصل القوي والفصل الضعيف؟ الفصل القوي والضعيف هو ببساطة اما ان اكل او انام. يا هاكل يا هنام. ينفع تاكل وانت بتنام او بتاكل وانت نايم؟ ده كده تبقى كائن يعني انا مش عارف. لا يا مستر ما ينفعش، ياكل ينام. ده اسمه فصل قوي. طيب الفصل الضعيف ان انت ممكن تعمل حاجتين مع بعض، اما ان اشتري طماطم او خيار. طب ما انت ممكن تشتري الطماطم والخيار. اما ان اذاكر او استمع الى الموسيقى. طب ما انت ممكن تذاكر وانت بتسمع الموسيقى. يبقى هنا الرابط اللي هو الفصل كلمة او، دي الادوات بتاعته والشهيرة بتاعته اللي هي ايه؟ اما او. يا هعمل ده او ده، بفصل حاجة عن حاجة. وعرفنا يعني ايه يا شباب فصل قوي وفصل ضعيف. طيب تعالوا بقى نطلعها كده مع بعض
علشان ايه؟ نشوف اخر اتنين معانا. رابط الشرط. يعني ايه الشرط؟ يعني اللزوم. ايوه يا مستر ما فهمتش يعني ايه الشرط اللي هو اللزوم اللي انت بتقولي عليه ده. هقول لسيادتك يا سيدي، رابط الشرط يا شباب هو الرابط اللي بيكلمك على ايه؟ انت مش هتعمل ولا هتوصل للحاجة دي اذا حصل كذا، لما تعمل كذا. فانا هنا بشرط عليك ادواته إذا زرتني سأكون في انتظارك. لو جيت زرتني هبقى مستنيك. ستتقدم مصر إذا اتحد أبناؤها. ستنجح إذا ذاكرت. بحط لك شرط، عشان كده اسمه الإيه؟ الشرط، وهو اللزوم أدواته إذا. طب يا مستر تمام الشرط خلاص وأدواته إذا، إيه بقى التشارط اللي هو التكافؤ ده؟ ده صيغة المبالغة من رابط الشرط اللي هو إذا وفقط إذا. وركز أنا حاطط لك إذا وفقط إذا، وهنا في زي نقط وهنا في زي نقط. يعني إيه؟ هنا في كلام وهنا في كلام. إزاي يا مستر؟ ستتقدم مصر إذا وفقط إذا اتحد أبناؤها. مصر مش هتتقدم إلا بس لو اتحدنا مع بعض. سينجح الطالب إذا وفقط إذا ذاكر جيدا. هنا اللي هو عمره ما هينجح إلا بس لما يذاكر كويس. يبقى دي يا شباب اللي احنا بنتكلم فيه، وهي ايه يا مستر؟ هي الروابط الايه؟ القضوية. عندي كام رابط؟ عندي 5. عندي يا مستر الوصل اللي هو العطف واشهرهم الواو. عندي يا مستر تاني السلب اللي هو النفي واشهرهم ليس. عندي يا مستر الفصل اللي هو بفصل ما بين حاجة او لا اما او بفصل ما بين ده وده. عندي يا مستر رابط الشرط. ايه هو رابط الشرط؟ اللي هو بحط لك شرط الحاجه دي مش هتحصل الا اذا بكذا، اللي هو اشهر ادواته اذا. عندي رابط التشارط اللي هو التكافؤ، ان عمر الحاجه دي ما هتحصل الا بس لما يحصل كذا، اللي هو اذا وفقط اذا. كده يا شباب خلصنا حصة النهاردة. أشوفكم على خير في حصص تانية. عايزك تذاكر القضية كويس جدا 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 وتفهمها وتعرف الروابط بتاعتها وأنواعها، علشان نبتدي بقى نخش في القضية من حيث الكم والكيف والاستغراق. أشوفكم على خير الحصص اللي جاية.